نهائيات كأس العالم في نسختها 22 المتواصلة بقطر. مونديال نيوز. ومستهل أخبار المونديال مستمعين الكرام بجديد المنتخب المغربي بعد تعادله أول أمس أمام منتخب كرواتيا لحساب الجولة الأولى عن منافسة المجموعة السادسة. منتخب الأسود استهل الإعداد للمباراة الثانية الأحد القادم أمام بلجيكا. حصة أمس التدريبية عرفت اكتفاء العناصر التي شاركت في مباراة كرواتيا بتمارين خفيفة لإزالة العياء واسترجاع الطراوة البدنية في ظل المجهود الكبير الذي بذله اللاعبون، في حين خاضت بقية المجموعة بمن فيهم الذين شاركوا في مباراة كرواتيا كبدلاء حصصا تدريبية عادية. وعن الحالة الصحية للاعبي المنتخب المغربي حتى يوم أمس نستمع لتصريح طبيب المنتخب المغربي الدكتور عبد الرزاق حيفتي. عندنا جوج اصابات في المنتخب. الاصابه الاولى ديال مزراوي كي شفتوا في المباراه الاخرى ضد كرواتيا، تصاب على مستوى الفلون ديالو، الفلون غوش الايسر، واللي قمنا له بفحوصات، ولحد الان ما يمكنناش نعرفوا واش غيشارك في المقابلات الجايه ولا لا. غيكون عندنا فحوصات اخرى غدار له، ومنها ان شاء الله تكون عندنا النتيجه. فيما يخص اللاعب اشرف كيف شفتوا في واحد لو سبرينت حس بواحد الالم في الفخذ ديالو وكمل المباراه ديالو. الفحوصات ديالو ما بينتش شي حاجه صعيبه، ان بليسيور ليجير، ولكن في هذا الميدان ديال الرياضه خاصنا نكونوا فيغ تري اتونسيون ونعاودوا له فحوصات اخرى وعاد نقرروا. باقي اللاعبين الاخرين الحمد لله كلهم في صحه جيده. ونتمنى السلامة للاعبي المنتخب المغربي. وقبل حصة أمس التدريبية عقدت ندوة صحفية خاصة بمنتخب الأسود حضرها كل من وليد شتيرة ويحيى عطية الله الذي شارك بديلا في المباراة أمام كرواتيا في مركز الظهير الأيسر قدم مستوى مقبولا جدا عن أدائه أمام كرواتيا والأجواء بالمجموعة المغربية. نستمع لتصريح يحيى عطية الله. الحمد لله الدخول ديالي كان جد ايجابي، الحمد لله هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى. حنا تايقين في ريوسنا وعازمين اننا نقدموا مونديال التاريخ ان شاء الله اللي يفرحنا حنا المغاربه كاملين. وكما كيعرف الجميع اننا حنا المغاربه شعب شغوف بكره القدم، كنبغي نشكرهم على الدعم ديالهم الدائم. ان شاء الله يكونوا معنا في المقابله القادمه كما هذه المقابله اللي فاتت، ان شاء الله نفرحوا كاملين. صراحه ما كاينش علينا شي ضغط، جميع اللاعبين تايقين في ريوسهم والمدرب كيمنح حنا ثقه كبيره. هذا الشيء اللي كيخلينا اننا نقدموا اداء جيد، وان شاء الله نزيدوا ونشتغلوا اكثر باش نفرحوا حنا الشعب كامل المغربي. المنتخب الوطني المغربي يواصل تحضيراته اليوم وغدا في انتظار لقاء الأحد أمام منتخب بلجيكا بداية من الثانية زوالا بالتوقيت المغربي على ملعب الثمامة. إلى نتائج مباريات أمس عن النهائيات، فلحساب المجموعة السابعة استهل المنتخب البرازيلي رحلة بحثه عن لقب مونديالي سادس بالفوز على صربيا ب2-0، ويدين منتخب السامبا بالفوز إلى مهاجمه ريتشارلسون موقع الهدفين في الدقيقتين 62 و73. اللقاء شهد تعرض نجم منتخب البرازيل نيمار دا سيلفا لإصابة في الكاحل الأيمن، غادر بعدها الملعب بديلا في الدقيقة 80. منتخب البرازيل للإشارات تصدر بذلك المجموعة ب3 نقاط متقدما بفارق الأهداف عن منتخب سويسرا المنتصر على منتخب الكاميرون ب1-0. ممثل إفريقيا الخامس منتخب غانا هو الآخر لم يستطع تفادي الهزيمة، سقط أمام منتخب البرتغال ب3 أهداف لهدفين في مباراة لعبت في شوطها الثاني أساسا الذي شهد تسجيل الأهداف الخمسة للمباراة. ضربة جزاء قاسية منحت البرتغال التقدم، كان ذلك بقدم كريستيانو رونالدو الذي دخل بذلك التاريخ بعدما بات أول لاعب يسجل في 5 نسخ من نهائيات المونديال، في حين وقع الهدفين الآخرين كل من جواو فيليكس ورافائيل لياول. هدف غانا حمل بصمة كل من أندري أيو وعثمان بوكاري، ليكون بذلك منتخب البلاك ستارز على الأقل الوحيد بين منتخبات إفريقيا الذي بلغ الشباك في المباريات الافتتاحية. البرتغال تصدرت المجموعة ب3 نقاط متقدمة بفارق نقطتين عن منتخبي أوروغواي وكوريا الجنوبية المتعادلين من دون أهداف. حديثنا الآن عن مباريات اليوم السادس من النهائيات، فبعدما أنهت مبارياتها في الجولة الأولى من مونديال قطر
بين التأكيد والتعويض تدخل المنتخبات المشاركة منافسات الجولة الثانية عن دور المجموعات، والتي قد تحدد هوية منتخبات قد تحسم مبكرا تأهلها للدور الثاني. في المجموعة الأولى بشعار التعويض يلتقي منتخب قطر والسنغال الجريحين بعد سقوطهما معا في الدور الأول، فيما يلتقي بذات المجموعة منتخب هولندا ضد نظيره من الإكوادور في قمة أوروبية أمريكية جنوبية الفائز فيها سيضع قدما أولى في دور الثمن. أما بالمجموعة الثانية يلتقي منتخب إنجلترا ضد نظيره الأمريكي في قمة أنجلو ساكسونية نقاطها كاملة ستكون هدفا للإنجليز بعد الفوز الافتتاحي المميز على إيران. عن ذات المجموعة منتخب ويلز العائد إلى النهائيات بعد غياب دام 64 عاما يواجه منتخب إيران. وبأخبار المونديال التي ستتواصل على ميدي أن في كل النشرات الإخبارية وفي مواعيد